الفيديو هذايا للناس اللي تو قاعدة تتعدى بموقف صعيب، ولا تعديت بموقف خايب. صارت لك حاجة خايبة، فشلت، صار لك حزن، قصيت علاقة معينة. المهم الفيديو هذايا للناس اللي قاعدة تعيش في أحزان. يعني كان انت تو قاعدة تتعدى بفرحة، قاعدة تتعدى بحاجة باهية، ما يسالش تنجم تغادروا الفيديو هذايا وتستمتع ومبروك عليك بالحاجة اللي صارت لك. والعباد اللي حزين ومدبرين مرحبا بكم، تنجموا تقعدوا معايا. به، انا توا كنشوف فيك اللي انت كما قلنا مدبرة وحزين وصارت لك حاجة خايبة. المشكل انك انت نسيت حاجة. خليني نفكرك بها. انت نسيت اللي انت تعديت بمئات المواقف الخايبة في الحياة هذه. ما نعرفش قداش عمرك، تو تنجم تكون 15 20 30 40. مهما يكون عمرك اكيد تعديت ببرشا مواقف خايبة، ويمكن اخيب حتى من الموقف اللي انت قاعد تتعدى به تو. لكن العبرة من هذا كل شنو نحب نوصل انا نحب نوصل ونقول لك اللي انت تعديت بهذاك الكل، واللي انت كنت قوي برشا. حبيت نفكرك بالبوان هذه. انت كنت قوي برشا، ونجمت تتعدى بك المواقف الخايبة هذيك كل على مدى حياتك يعني. فشنو الفرق بينه وبين الموقف اللي صار لك تو؟ لازمك ديما تاخذ النظرة هذه لكل مصيبة تصير لك في حياتك ولكل موقف خايب ولا فشل. ديما انظر لتجاربك السابقة، ديما خلاها كي المرجع، مرجع يبين اللي انت انسان قوي. صحيح احنا في وسط كي تصير لنا حاجة خايبة، وكل ما نوليو ما نحسوش وما عادش نخمو باللوجيك، المشاعر تغلب، والإنسان ما عادش يعرف يتحكم في روحه. هذا كله طبيعي، لكن ما يسالش حاول اجبد روحك ماك البلاصة اللي بكلها مشاعر، وخمم باللوجيك، وتفكر قدكش انت كنت إنسان قوي. كيما تعديت بالمواقف الخايبة كل اللي صارت لك في حياتك، كيما مش تتعدى بالحاجة هذه. فما حتى فرق. يعني من غير ما تبدأ معناتها تدبرم وتحسن روحك وتزيد على الموقف، يعني كيفاش نقول، وتزيد تصب. هي النار شاعلة تو وانت تزيد تصب عليها الغاز يعني. كي تبدأ تبكي، تسمع في غناء حزين، تحسن روحك في الدار، ما عادش تحب تحكي مع العباد. يعني انا نتفهم اللي الانسان يحب ياخذ ديستانس متاعو، ينعزل باش يرتاح شوية في مخه، هذاك كل نورمال. لكن ما تخليهاش تفوق حدها يعني. تخليش روحك تأيس. اليأس خايب برشا في أي حاجة. يمكن أنت تو فسدت مشروع، فسدت علاقة، فسدت أي حاجة، اللي هي فسدت صحبة. أخيب حاجة تنجم تعملها إنك تيأس، إنك تقول صاي أنا إنسان فاشل في الحاجة ديك وما عادش باش نعاودها يعني. ورد بالك، الحياة هذه كلها تجارب، وما تقفش اللي بعده. يقول لك اللي بعده يقوي يساعده في تونس، وانت لازمك تكون هكاك. خدمة ما مشيت تتعدى للي بعدها، علاقة ما مشيت تتعدى للي بعدها، صداقة ما مشيت تتعدى للي بعدها. ديما العجلة تدور. نحبك كي العجلة، عمرها ما تقف. العجلة اللي يقف الدنيا تمشي وتخليه. الدنيا ماهيش مش تقف، وانت ما لازمكش تقف. دوك هذا هو اللي حبيت نقوله لك يعني. مهما يكون الموقف اللي صار لك تو، ما تنساش اللي انت قوي، واللي انت تنجم تتخطاه كيما تخطيت اي حاجة صارت لك قبل. وتفكر زاد اللي انت يمكن تعديت بحاجات اكبر من اللي صايرت لك تو يعني. مثلا انا كي ننظر لحياتي من غير ما نذكر شنو صار لي يعني، بالحق صارت لي مواقف كانت تنجم تهد برشا عباد معناها. والمواقف هذيك وليت نشوفها الدرع متاعي. بالحق ما نعرفش كان نتوما تخمموا هكا ولا لا. ريت انا كي تصير لي مشكله ولا مصيبه في حياتي الايامات هذوما، صدقني وليت نضحك عليها معناتها، ما عادش يهمني جمله، ما عادش تفكتني حتى الطرف. على جال بنيت القوه الداخليه يعني. صارت لي برشا حاجات خايبه، تكسرت برشا مرات وعاودت بنيت روحي، ليه ما عادش يهزني شيء يعني. وانت لازمك هكاك، لازمك تفرح بالمواقف الخايبه، على جالي كل مره مش تزيد تبنيك وتزيد تقويك يعني. فهذا هو جيست تذكير بسيط ليك باش نفكرك بمدى قوتك. ما تخليش المشاعر والموقف اللي صار لك تو ينسيك في الحاجة هذه. وإن شاء الله كيما كل مرة مش تفرج والدنيا مش تتحسن. هذا هو فيديو اليوم، سيكون عجبكم وأفادكم.
كان عجبكم الفيديو ما تنساوش بالطبيعة لايك، واعطيني كومنتير فيه رايك وشنو هما الحاجات اللي قاعد تعدى بيهم. وهذا هو، ما تنساش تشترك كان ما زلت ماكش مشترك، وإن شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي. السلام عليكم.